نسأل الله عز وجل أن ينبهنا لهذا الأمر. لا بد الآن من الدخول في معركة ثقافية أولية حقيقية شعورية ضد هذا الكيان، وعلى جميع مستويات الدول الإسلامية، وعلى الصعيد الفردي وعلى الصعيد الجماعي وعلى الصعيد يعني المؤسسات، لكي نستطيع أن نقاوم هذا الذي يحدث من إبادة جماعية. الآن بدأوا يعني يقومون بطمر الناس وهم أحياء، بدأوا يطمرون الناس وهم أحياء. هذا منكر كبير أيها الإخوة، وهذا سيحدث لكم في جميع بلدانكم أيها المسلمون. سيأتون إليكم وسيهدمون مساجدكم مستقبلا، وسيهدمون مؤسساتكم. لن تشتروا يعني قطعة خضرة إلا من إسرائيل، لن تشتروا يعني أي ثوب إلا من إسرائيل، لن تشتروا أي سلاح إلا من إسرائيل. إسرائيل هي السرطان الذي ينخر هذه الأمة، وهذا تحذير لكل فرد غيور على دينه على بلده. نحن لا نريد لبلداننا أن تتحطم، وأن نرى بعضنا يقتل بعضا كما يريدون هم يريدوننا أن نقتل بعضنا بعضا لكي يسودوا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.